الزمالك عالمي اول 10 دقايق، ضغط عالي، قدر يغلط مدافع وادي دجله وسجل الهدف الاول. لكن السبب الاول للخساره هو ايه اللي يخليك تتراجع بعد ما عرفت نقطه ضعف الفريق اللي قدامك؟ ايه اللي يخليني اسيب الكوره لوادي دجله من الدقيقه 10 وارجع ادافع بال10 لعيبه؟ تاني نقطه هي تركيبه نص الملعب ولعب سيف جعفر مركز 6، فنص ملعب الزمالك كان مستباح وشوارع. كمان عبد الله السعيد ما يلعبش مركز 8 لانه ما يقدرش يجاري القوه البدنيه للعيبه الشباب، لا ده انت بتلعبه 90 دقيقه كمان. والتالت ناصر ماهر اللي اصلا ملوش اي مردود دفاعي. تالت سبب ان لما الفرصه جات لك ان انت تخلص وتقتل الماتش، ناصر ماهر ضيعها بكل رعونه. وقبل ما ندخل في الكارثه بتاعت الشوط الثاني، لو مهتم بتفاصيل الكوره اعمل لي لايك وفولو. فيريرا نزل الشوط الثاني ما عدلش اي حاجه في شكل الفريق، وبرضه ساب الاستحواذ لوادي دجله. ونيجي بقى للجون الاول لوادي دجله اللي يشيله حسام عبد المجيد بعد تصرف ساذج. وركز معايا الكوره هنا 4-3، حسام عبد المجيد المفروض اساسا ما يسرحش ويخرج لبره كل ده ويسلم لاقرب لاعب ليه، ده لو هم اصلا زياده. المشكله بقى انه ساب المان بتاعه وراح مسك الهوا، فبقى اللعيب ده لوحده وسجل التعادل. الجون الثاني برضه حسام عمل مصيبه، ركز كده حسام بيشاور لفتوح فين، اللي جاي اصلا مضغوط. طبعا الاثنين غلطانين عشان فتوح المفروض نازل بوشه فيكون عامل اسكان كويس. كمان خسرت عشان وانت محتاج ترجع للماتش كابتن الفريق يعمل حركه في منتهى السذاجه ويكلفك طرد عشان تلعب ناقص. واخر سبب عشان وانت خسران يانيك فيريرا ما كانش عنده اي افكار او حلول ازاي يرجع للماتش، وفضل يشعلق الكوره بلا اي سبب.